السلام عليكم، أنا سارة أحمد ودي نكهة عربية. في الشتاء في ارتباط وثيق ما بين المصريين وما بين البرتقال. يعني مثلا لو انت نازل السوق هتشوف من بعيد كده، خير اللهم اجعله خير، لون برتقاني مسيطر على الموقف. يعني كل ما تقرب هتظهر ألوان تانية، لكن يعني البرتقاني هو المسيطر في السوق بصراحة. لو دخلت أي بيت مصري، أي بيت، اسمع مني، هتلاقي برتقان وفي فواكه تانية جنبه بتتغير، لكن البرتقان ده ثابت طول الشتاء. يعني انا شخصيا لما باجي على اواخر الشتاء كده وزرت حد ويجي يقدم لي برتقان، عشان اكون صريحة يعني انا ببقى عايزة احدفه بالبرتقان برتقانية برتقانية، لان انا ببقى خلاص اوفر دوز برتقان، ولو ضغطت عليا هنزل برتقان. طبعا ممكن حد يسألني، طب وانتوا عاملين في نفسكم كده ليه؟ ما انتوا اللي شاريين البرتقان، ما تشتروش برتقان بسيطة يعني. اقول له لا طبعا حضرتك، ليه؟ لان هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، شتاء يعني برتقان لازم يبقى موجود، هتاكله مش هتاكله هو لازم يكون موجود. يعني انا شخصيا اللانش بوكس بتاع الولاد كل يوم احط لهم فيه برتقان، وكل يوم بيرجعوه، بس انا تاني يوم برضو بحط لهم برتقان. ليه؟ عشان انا كده كأم مصرية ابقى عملت اللي عليا في مكافحة البرد. هما بقى ياكلوه ما ياكلوهوش دي الصراحة حاجة ترجع لاخلاقهم وتربيتهم وضميرهم في الاول وفي الاخر. بصراحة عشان اكون صريحة يعني، هو الموضوع ما بيقتصرش على البرتقان. يعني هو عصير بيبقى عصير برتقان، مربى برتقان، كيك برتقان، فهو يعني بنبقى محاصرين البرد من جميع الجوانب، وفيتامين سي بيبقى واصل للقمة معانا يعني كمصريين. فانا قلت بقى بالمرة في وسط هذه الملحمة البرتقانية ان انا اعمل حلويات من البرتقان، بحيث ان انا كده العيال لا مفر هياكلوا برتقان هياكلوا برتقان. ولان انا عارفه عيالي كويس قوي انهم هيقولوا لي خلاص احنا مش عايزين حلويات ومش عايزين كيك ومش عايزين مربى، احنا عايزين شوكولاته، عشان يعني يجيبوا اخري. بس طبعا مش انا الام اللي يتعامل فيها كده، فعملت لهم البرتقان بالشوكولاته زي ما انتوا شفتوا الصور بتاعته، عشان يبقى انا كده خلاص خلصت ضميري من ناحيتهم بصراحه يعني، وعملت كل اللي عليا في ان هم ياكلوا برتقان. فيا رب الحلقة كانت تعجبكم النهاردة. هي حلقة بسيطة والأفكار بتاعتها سهلة ومبهجة وبتتعمل بسرعة، وطعمها كمان لذيذ قوي، والولاد بتحبها ما تقلقوش. انا كنت بهزر يعني، وانا كمان بحب طعم البرتقال بالشوكولاتة. وبما ان الستات بشكل عام بيحبوا يضربوا كذا عصفور بحجر واحد، واحنا كده كده سيحنا الشوكولاتة، فهنعمل مع بعض كمان وحدات من الشوكولاتة سهلة جدا في عمايلها وشكلها حلو قوي في التقديم. ممكن نزينها بأي حاجة موجودة عندنا. انا زينتها بالورود، بس حابه انبهكم ان دي مش اي ورود، يعني انا ما نزلتش الجنينه واضفت لي وردتين ورحت مزينه بيهم، لا دي ورود مخصوصه للتزيين وصالحه للاكل. يمكن اكلمكم عليها وسط الفيديو، لان انا شارياها من مكان مخصص، عشان بس ابقى ما شلتش ذنبكم وكل واحد جنبه وردتين يروح مزين بيهم. لا ده مش اي ورد. يا رب الحلقه تعجبكم. يلا بينا نبدا. بسم الله. هحتاج عشان اعمل البرتقان برتقانة، طبعا اكون غسلاها ومنضفاها كويس، وهقطعها شرايح تكون وسط. بلاش نرفعها قوي عشان ما تتحرقش مننا، وبلاش نخليها تخينة قوي عشان مش هتديني النتيجة اللي انا عايزاها. وكوباية سكر وكوباية مية. في الوقت ده هكون حاطة حلة فيها مية بتغلي على النار. اول لما المية تغلي بنزل البرتقان اللي انا قطعته شرايح ده لمدة دقيقتين في المية اللي بتغلي، دقيقتين مش اكتر. المية المغلية هتشيلي المرارة اللي اللون القشرة البيضة دي بتكون عاملاها. بعد كده هنزلها في تلج لمدة برضو دقيقتين عشان اوقف السوا بتاعها، وكمان هيحافظ لي على اللون الحلو بتاعها. بعد كده هعمل الشربات او القطر او السيرب بتاعي، كوباية المية وكوباية السكر زي ما انتوا متعودين. في ناس مش بتقلب خالص، لكن انا بقلب بحرص شديد بحيث ان ما يكونش فيه اي سكر يعني يجي على الجوانب، عشان ما يخليش الشربات يسكر مرة تانية. اول ما يبدأ يغلي بنزل بعصرة ليمون واقلبها، وبعدين احط شرايح البرتقان بتاعتي. هتفضل كده لمدة ساعة. مهم جدا ان انا في الوقت ده هخلي الحرارة وسط اقرب للهادي. هتفضل ساعة على النار، لكن كل ربع ساعة هقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هروح حطها على شبكة واسيبها تصفي يوم كامل. بعد اليوم هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمها لذيذ جدا، ممكن ناكلها زي ما هي كده، او نغلفها بشوكولاتة زي ما احنا هنعمل مع بعض، او نزين بيها كيك او كب كيك، فهي حلوة جدا. هنبدأ نعمل الحمام المائي او حمام مريم زي ما انتوا بتسموه.
عايزة بس اهم حاجة تخلوا بالكم منها ان الحلة او البولة اللي هنحط فيها الشوكولاتة ما تلمسهاش المية من تحت باي شكل من الاشكال، عشان احنا عايزين الشوكولاتة تدوب على الهادي. ممكن اسيبها خالص لحد ما تسيح او بقعد اقلبها لان انا كنت مستعجله. دي قوالب موجوده عندي زي الكب كيك كده، لكن هي معموله للطرد، وبدات افردها عشان عايزه احط عليها الوحدات بتاعه البرتقال. كمان خلوا بالكم من حاجة، الحلة من تحت بيكون فيها بخار، ساعات ما بناخدش بالنا وبنيجي نشيل الحلة ونصب الشوكولاتة، فالشوكولاتة بينزل عليها نقط مية. فخلوا بالكم ان انتوا لازم تنشفوا البولة اللي انتوا بتسخنوا فيها الشوكولاتة، لان الشوكولاتة بتكره حاجتين، بتكره المية وبتكره الحرارة العالية. وبس حطيتها في التلاجة 5 دقايق بالظبط وبقت جاهزة عندي. ده الورد اللي كلمتكم عنه انا جايباه من مزرعة أزاهير. مزرعة أزاهير متخصصة في الورود اللي هي قابلة للأكل، حتى في أنواع ورود تنفع لحلويات وأنواع ورود تنفع لحوادق، في كمان أعتقد نباتات عطرية وحاجات كتير مختلفة. تقدروا تدخلوا على الموقع بتاعهم تشوفوه أو فيسبوك أو إنستجرام. هما ذوق جدا في التعامل بصراحة، عايزة أشكرهم على الهدية، كانت لفتة ظريفة منهم. ده ورد مجفف لكنه برضو قابل للأكل. هنا نزلت الشوكولاتة بقى اللي موجودة عندي في الكورن او في كيس الحلواني البلاستيك ده، عشان نبدأ نعمل وحدات الشوكولاتة اللي هنزينها بالورد. ودي نفس اوراق التارت اللي احنا استخدمناها مع البرتقال، وهبدأ انزل بقى واحدة واحدة، ولكن حاولوا ان انتوا تكونوا سريعين، خصوصا ان احنا في الشتاء، لان الشوكولاته طبعا بتجمد بسرعه. بعد ما تخلصوا نزول كل الكميه ضروري ان انتوا تخبطوا الصينيه كده عشان الشوكولاته تتساوى وتتفرد بالشكل ده. وخلاص زينوها بقى باي حاجه انتوا حابينها. انا هنا زينتها بالورد، تقدروا تحطوا مكسرات، تقدروا تحطوا البرتقان اللي احنا عملناه، ممكن تقطعوه شرايح رفيعه خالص وتزينوا بيها، يبقى طعمها حلو قوي وشكلها حلو. ممكن نوع البسكوت اللي بتحبوه تكسروه وتفردوه عليها، او مثلا مشمشيه، اي نوع من الفواكه المجففه، كل واحد بقى ومزاجه. دخلت التلاجة 10 دقايق بالظبط ويمكن اقل كمان وخلاص. يعني حلوه جدا، تعملوها في عيد ميلاد، تعملوها في عزومة عندكم، يعني بصراحة شكلها عجبني. هنا ممكن انتوا تسيبوها زي ما هي في الأوراق، أو أنا فضلت ان أنا أشيلها من الورق وأقدمها بالشكل ده. بعض الوحدات حبيت ان أنا أغلفهم زي شكل هدايا، بحيث لو حد حابب ان هو يعمل الأفكار دي يهادي بيها، أو حتى عنده في مناسبة وحابب يقدمها بشكل مغلف. هنا الأكياس دي موجودة في حتت كتير جدا ومكتبات كتير جدا. البوردات اللي انا حاطه عليها الشوكولاته ده زي البورد كده اللي بيبقى تحت الكيك، لكنه شكله مربع وصغير، هتلاقوهم عند الاماكن اللي بتبيع مستلزمات الحلويات. وكنت طابعه اللوجو بتاع نكهه عربيه، والورقه اللي انتوا شفتوها دي لزقتها على الظهر باللزق اللي هو دبل فيس. بقى عندي الاشكال دي ظريفة جدا وسهلة في التحضير وشكلها شيك في التقديم، حتى طريقة التغليف بسيطة ممكن أي حد يعملها. فجربوا تعملوها كده في المناسبات، هتلاقوا رد الفعل يعجبكم جدا. دي بقى الجريمة قبل ما اخفيها حبيت اوريها لكم. ده عملت مرة برتقان ونسيته على النار، فخلوا بالكم عشان انتوا لو نسيتوه هيقلب، هينشف جدا وهيبقى محجر، مش هيديكوا النتيجة اللي هو اللون الفاتح والبرتقان يبقى طري كده وجوسي. خلوا بالكم يعني. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، واتمنى تنفذوا افكار منها وتبعتولي الصور بتاعتها. اشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله.